تقول إذا ضاقت عليه الدنيا ويأس من الحياة وش يسوي؟ إذا ضاقت عليه اللي ضاقت عليه الدنيا ويأس من الحياة وش يسوي؟ ينظر أول إن الله رحيم، ينظر لمن هو دونه. يا سلام. الشلل النصفي ينظر لمن هو شلل رباعي، والأعمى ينظر لمن دونه. تكن أسعد الناس، ارضى بما كتب الله. يعني احنا الحمد لله ربي أكرمنا. يعني أنا مريض وأحيانا يضيق علي الحال، وبسبب الشيطان والنفس والهوى. لكن إيش أسوي؟ أروح أزور مريض تاني والله أرجع سليم. أي والله أرجع كأني ما فيها شيء. سبحان الله. لما مرة زارني رجل كبير في السن عمره فوق 80، وأيامها بيتي ما كان في درج مصعد، فطلعوه بالدرج وتعب وجسمه شوية بدين. فأقول له يا عم والله لو أدري أنا أجيك البيت. قال لي يا ولدي أنا جاي أتعالج عندك. الله. أنت دحين طالع تعبان ومريض قلت له كيف يعني تتعالج عندي؟ قال لي يا ابني ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال الكريم لما يقول لك طبت، طبت في ايش؟ في بدنك ولا في مالك ولا في أهلك ولا في نفسك؟ قال الله إذا أعطى أدهش. إذا كان ممشاك مكان حذيانك الله يكرمك الله يطيبه، أجل كيف جسمك وصحتك؟ والله وقعت في قلبي، صرت لما أتعب ولا أضيق بالحال أروح أزور مرضى والله أرجع سليم. مرة قالوا لي على شاب مشروع، رجل يعني أكبر مني سنا، انشل شلل رباعي وما يخرج، وكان سيد قوم في مجلسه. فقالوا لي هذا ما يخرج له 8 سنوات في البيت، ونفسيته مرة ضايقة، وعنده بنات وولد صغير، وعنده 8 سيارات، بس ما يقدر يخرج لأنه ما هي مجهزة لشيله وما عنده أحد يشيله. فقلت أروح أدخل عليه السرور، جلست أكلمه بالجوال فترة. فأول ما دخلت عنده، هذه زيارة في الله الآن، شوف الدرس اللي تعلمته من عنده. قال لي يا عبد الله بنعمة قبل يومين شكرت الله علي وعليك على قصة أصعب مني ومنك. هو شلل رباعي وأنا شلل رباعي، بس هو ما يخرج أنا أخرج. قلت له من أصعب مني ومنك؟ إذا كان أكلي وأكلك ما نقدر ناكله، عورتي وعورتك ما نقدر نغسلها، من أصعب مننا؟ قال لي عندي ولد عم من يوم ما اتولد معاق، أنا وأنت مشينا. قال ولد عمي هذا معاق ذهنيا وجسديا، ما يتكلم، عنده إحساسه كامل، يأكلوه 3 وجبات في اليوم، فطور وغدا وعشاء، سوائل عن طريق الأنف. فطروه يوم في الصباح وخرجوا من عنده، لما رجعوا الظهر يبغوا يغدوا لقيوا سريره كله دم، الفرش اللي عليه. قال لي يا عبد الله تتوقع هذا الدم من فين؟ قلت له من فمه او من جرح. قال لي بالله تستحي من الله بعد ما اقول لك؟ حصلوا فار ياكل 2 من اصابعه، لا إله وهو ينظر الى الفار ويبكي، ما هو قادر يدافع عن نفسه. الله يا ربي لك الحمد. وبس وانت كم الله اعطاك هذا الاصبع تقلب به ريموت، تمسك به دخان، مخدرات، تشغل اغاني، تنمصي حواجبك، تتزيني عشان تخرجي. كم الله اعطانا هذه النعمه نتجرأ بها على الله. انا الان حسره من حسراتي اني امسك ورق المصحف اقلبه بيدي، ما اقدر. 31 سنه. الله يعظم اجرك. الحمد لله. الله يعظم اجرك. وانت تتمتع فيها الان. الحمد لله. اشكر الله. يا رب لك الحمد. والله الحمد لله. الحمد لله.